Batman who laughs, Batman who laughs, crowned in blood, he walks dark paths. Batman who laughs, Batman who laughs, breaks the world with twisted laughs. Night of death with Joker's grin, he lets the multiverse cave in. طيب، فيديو جديد من سلسله فيديوهات مقدار القوه اوت اوف سيزون. عارف بقى الفكره في ايه؟ الفكره ان في ناس كتير كانت فاكراني بهزر في الكوميونتي لما قلت ان عايز اعمل مقدار قوه طرزان وباتمان اللي بيضحك، ويؤسفني اقول لك لا، انا ما كنتش بهزر في ولا بوست واحد من البوستات اللي انا نزلتها دي، ما عدا بوست رياس جريموري. انا مش مجنون اكيد يعني للدرجه دي عشان اعمل فيديو عن رياس جريموري. المهم النهارده هنقول ايه هو مقدار قوه باتمان اللي بيضحك، اللي هو باتمان الضاحك يعني. وطبعا انت مش محتاج اعرفك مين هو باتمان اللي بيضحك وازاي بقى كده والكلام ده كله، عشان مش عايز اطول وقت الفيديو على الفاضي. حاجه كمان، كل شويه في الفيديو ده هتلاقوني بقول نظريات ومصطلحات علميه عشان اثبت لكم قد ايه اني متعلم واهلي صرفوا فلوس على تعليمي والكلام ده كله، وكل ده كده. انا يا دوب اخدت السكريبت ورحت بيه على شات هاتي شاي اللي هو شات جي بي تي يعني، وقلت له ارمي لي كام نظريه علميه هنا عشان ابين للناس اني مثقف ومطلع على بواطن الامور والعلم وكده. وطبعا كل ده كده، انا لا مثقف ولا متعلم ولا مطلع على بواطن الامور، انا في الحقيقه جاهل وانت جاهل وكلنا جهله، بس بنحب نقفلم على بعض. المهم يعني يلا بينا نبدأ. وعندنا في البداية كل الحاجات الطبيعية اللي عند باتمان: قوة جسدية كبيرة، فنون القتال، اتقان لعدد كبير جدا من الأسلحة، وطبعا الذكاء الكبير جدا. هو فعليا عنده أبحاث وخطط في دماغه لتدمير المالتيفيرس كله، وعندك كمان حواس قوية جدا، قادر يحس بالخطر أو يحس بالأعداء حتى لو كانوا على بعد. وغير كده كمان الخوذة المعدنية اللي هو لابسها، هو لحد دلوقتي احنا ما نعرفش هل الخوذة دي فيها تقنيات أو حاجة بتساعده، بس أكيد خوذة بالشكل والمنظر ده مش أونطة كده، على الأغلب هيبقى فيها بعض تقنيات المراقبة او الاحساس اللي ممكن تساعده، او حاجة ممكن تضره، وهي فعليا حاجة بتضره، بس هقولها لك في نقط الضعف. عندك كمان قدرات جسدية خارقة فوق القدرات البشرية بدرجات كبيرة جدا، هو كان واقف وبياخد كم رصاص محترم في جسمه وهو عادي ولا الهوا. عندك كمان تشويه الواقع والتلاعب بالواقع، كان معاه بطاقات وزعها على عدد من الشخصيات، البطاقات دي كانت قادرة على تلبية رغبات الاشخاص اللي هم حاملينها، وحرفيا هو حول جزء كبير جدا من جسم لرعب باشكال مختلفة لاشرار باتمان، غير انه فعليا قادر على اعادة كتابة وتحدي قوانين الفيزياء. لما تقدر تغير شكل الجسم على مزاجك وبتوزع قدرات بتكسر قوانين الطبيعة، فانت بتكسر القوانين اللي بتحكم الكون. دي مش بس رياليتي ووربنج، ده حرفيا كسر لقانون حفظ الطاقة وقانون التوازن الحراري. قوانين الفيزياء حرفيا هي عبارة عن دمى عنده. وعندك كمان قدرة التحويل، هو باستخدام الباترانكس قادر يحول اي شخص لشيء اشبه بباتمان الضاحك ويضمه لجيشه اللي هنتكلم عنه قدام. ومش كده وبس، لا، هو قادر كمان على استخدام السحر، هو فعليا اتعلم السحر الاسود اللي قادر على حبس وقتل سبيكتر. ومش كده وبس، لا، هو كمان قادر على التلاعب بالعقل ويخلي الشخص اللي تحت سيطرته ده حرفيا دمية في ايده، ينفذ اي حاجه هو عايزها او يطلبها منه. ومن ناحيه قوه الهجوم في الشكل العادي الطبيعي بدون استخدام اي طاقه، فهو كان قادر على تبادل الضربات مع باتمان الكون الرئيسي واللي مطابق بيولوجيا معاه، ولكن مع استخدام الاسلحه فهو كان قادر على هزيمه وندر وومن بسهوله باستخدام الايت ميتال جان. واستنى بس اقول لك انه حرفيا عنده قوه زي قوه دكتور مانهاتن، وده بسبب زرع دماغه في جثه بروس وين من المالتيفيرس المظلم واللي كان فيه القوه دي. وخليني اقول لك انه بعد ما حصل على القوه دي حرفيا توحش، قوته بقت اكبر بكتير جدا من الاول، فعليا بقى يتحسب وجوده على بعد اكوان تانية. بيربتوا نفسها كانت حاسه بالقوه دي وقلقت منها، والشخصيه دي انا متاكد ان انا مش هنطق اسمها صح. المهم يعني المعركه بينهم حرفيا كانت بتمزق المالتيفيرس، وفي نهايه المعركه دي هي خسرت. بس ايه هي القوه اللي ادت لنهايه المعركه دي؟ القوه دي يا معلم، او فعليا تقدر تقول عليها هيئه او تحول، والتحول ده هو الداركست نايت. وده هو باتمان اللي بيضحك العادي بس مع قوة دكتور مانهاتن. وفعليا يا معلم عندك كل القدرات اللي فاتت دي بس بقوة اكبر بكتير وشوية حاجات تانية. ايه هي الحاجات دي؟ عندك وعي كوني، فاهم اليات الكون وطريقة عملها، ومش كده وبس، لا، ده قادر يحس ويفهم الدارك مالتيفيرس كما لو انه جزء منه، وكمان قادر على التنبؤ ورؤية المستقبل. هو قادر يشوف مستقبل الخط الزمني بتاعه وكمان مستقبل كل باتمان في الكون المظلم. وطبعا فيديو مقدار قوة ما ينفعش ما يتم الذكر فيه تقنيتي
المفضله في فيديوهات مقدار القوه، الكاجي بونشين. فهو كمان قادر على عمل نسخ من نفسه. مش معروف الحقيقه النسخ دي بنفس القوه ولا نسخ ضعيفه ولا بيتم مقاسمه القوه على النسخ دي، بس برضه هي تقنيه من ضمن التقنيات. عندك كمان قدره مرعبه تانية وهي التفكيك. هو فعليا قادر يفكك الحاجات الغير حيه والحاجات الحيه. انت شخص كامل متكامل قدامه قادر يحولك لقطع. واستنى، الموضوع ما وقفش عند هنا بس، لا هو فعليا قادر يعمل عالم كامل لمجرد بس انه يحتجز ناس فيه. ويفهم النقطه دي كويس، هو مش بيدخل ناس لعالم، لا هو بيعمل عالم كامل. لما شخصيه تقدر تبني عالم مخصوص عشان يسجن فيه حد، فهو هنا بيشتغل على مستوى اليونيفرس كونستراكشن اللي في الفيزياء النظريه احنا بنحاول بس نتخيله من خلال المحاكاه، هو بيطبقه بسهوله. وخد عندك كمان قدره على التحريك الذهني اللي هو يعني التحريك عن بعد. وحاجه كمان، هو قادر على اعاده جزيئات جسمه كلها بعد تفككها، ايوه ريجنريشن. واستنى بس اقول لك انه فعليا مش جسم عضوي، مش لحم ودم مثلا، لا هو فعليا كائن مصنوع من الطاقه. فالحاجات الجسديه زي التعب والارهاق والكلام ده كله انساها، مش هتلاقيها عنده. الكائن ده بيقدر يعيد ترتيب جزيئاته بالكامل، وده بيخليه شبه كائن بيشتغل على مبدا الكوانتم فيلد كنترول، زي اللي بيحكم وجود الالكترونات نفسها. بس جزء ان جسمه مكون من الطاقه دي ده بعد ما بقى الدارك نايت، قبل كده كان جسم عادي لحم ودم وعظم والكلام ده كله. وحاجه كمان، فهو قادر على التلاعب بالتكنولوجيا نفسها، وتقدر تقول كده انها حاجه اشبه بالهاكينج عندنا. وفعليا حول كرسي موبيوس وخلاها بدل ما يحول الكرايسيس انرجي لوالي ويست يحولها ليه هو. ولو فاكر انك هتحاربه لوحده فيؤسفني اقول لك لا خالص، هو قادر انه يستدعي جيشه كمان ومن اي مكان. وحابب اقول لك ابشر، جيشه ده فيه شويه فلاش زومبيز على شويه جوكر وكلهم بسرعه فلاش. واستنى، هو قادر على محو الوجود بتاع الشخصيه، محو القصه. تقدر تقول كده هو بيتلاعب بالتايم لاين بالقصه نفسها للشخص ده ويمسحها. ولما حد يقدر يمحي الشخصيه من قصتها فهو بيتلاعب بسلسله السرد بتاعه الكون ده نفسه. ودي اقرب لفكره مستوى الكاتب مثلا، اي نعم مش هي ومش نفس مستواها بس قريبه ليها، وده مستوى خارق حرفيا حتى بالمقارنه بالجدار الرابع. واستنى، هو فعليا كمان قادر على الاعاده، مش المحو بس، هو قادر على اعاده تشكيل الكون المتعدد وقصص كائناته والجوانب الاساسيه لوجودهم. ومش عارف ليه حاسس ان في تقنيه كمان انا ناسيها تخص حبيبنا برضه وبذكرها كتير في فيديوهات مقدار القوه. صح، التلاعب بالحجم. قادر يكبر حجمه لحجم كواكب ويمسك الشمس في ايده، ولما يكبر حجمه لحجم كوكب فكتلته بتبقى على الاقل قريبه من كتله الارض. والجسم بالحجم ده لو اتحرك فتاثيره هيبقى مرعب. لو انت ناسي الجاذبيه، كل جسم ليه جاذبيه، وحد بالحجم ده والكتله دي حرفيا ممكن يسحب كواكب كامله من مداراتها ويجذبها ليه اصلا. وقدره تافهه وسط الكلام اللي انا بقوله ده كله، هو قادر على تغيير الشكل، قادر يرجع او يغير شكله ومظهره بسهوله جدا. وفي امتصاص القوه كمان مش هنسيبها يعني. في وقت قتاله مع الشخصيه اللي انا مش هعرف انطق اسمها تاني، هي بيربوتوا ديت تقريبا، المهم يعني. وفي اثناء القتال ده كان فعليا بيمتص قوتها وامتصها بشكل كامل بعد قتلها. ولو انت مش عارف معنى انه يسحب القوه او الطاقه ويحولها كقوه هجوميه ليه معناها ايه، فهو فعليا بقى كائن اشبه بالثقب الاسود بس واعي، حرفيا بقى مركز طاقه متنقل. واستنى بس اقول لك حاجه كمان، هو امتص منها قوه الكرايسيس انرجي اللي استخدمتها في بناء الكون نفسه. ولو هنربطها بالعالم بتاعنا فده اشبه بالدارك انرجي اللي بتشكل 68% من طاقه الكون. فهو لما امتصها فهو حرفيا بقى اشبه بانه بقى مصدر لطاقه تمدد الكون ذاته. شفت احنا وصلنا الوساخه لغايه فين؟ واستنى بس اقول لك ان الوساخه في الفيرجن ده لسه ما خلصتش، لا هو قادر على ابطال القوه كمان، وقادر على ابطالها في استخدامها ضده. وحصل فعلا وعمل كده وابطل قوه التايتان. وهنرجع تاني للشخصيه اللي انا مش عارف انطق اسمها دي، هي بيربيتوا ولا بيربوتوا ايا كان يعني، استنى بيربيتوا تقريبا يعني. المهم في المعركه معاها اثبت لنا كمان انه قادر على الختم وختمها. وهنا نكون خلصنا كل القدرات والقدرات القتاليه والقوه القتاليه والكلام ده كله عشان نخش للسرعه. واعتقد انت منتظر اقول لك ايه يعني عن السرعه. واحد بالقوه دي اسرع من الضوء بكتير يا اسطى. هو فعليا قادر ينتقل ويسافر بين ابعاد وحقائق وعوالم واكوان مختلفه حسب رغبته. هو فعليا سرعته معديه سرعه الضوء بارقام فلكيه. لو الضوء بيعدي الكون المعروف في 93 مليار سنه ضوئيه فالمعلم بينتقل بين الاكوان في لحظه. يعني هنا احنا بنتكلم على كائن اسرع من الضوء بارقام كبيره فشخ. عشان نروح بعد كده على نقط الضعف. وخليني اقول لك ان نقاط الضعف هي حاجه واحده بس، وهي اول حاجه بدانا بيها خالص، القناع. من بعد ما باتمان الضاحك خرج من البعد الاصلي بتاعه واحنا بنشوفه بالقناع ده. بس تفتكر ليه؟ هل لان شكله مرعب؟ هو الصراحه فعلا شكله مرعب، بس مش ده السبب. السبب الحقيقي هو ان القناع ده فعليا مصنوع من ماده الناينث ميتال، والماده دي بتسمح له بالبقاء في ابعاد معينه. القناع ده فعليا بمثابه رابط الكون المتعدد المظلم اللي بيسمح ليه انه يتواجد جسديا بره الكون ده. واظن انت فاهم القناع ده لو اتخلع في كون هو ما يقدرش يتواجد فيه النتيجه هتبقى ايه.
وبس هنا نكون خلصنا كل حاجه. فيديو سريع اتكلمنا فيه عن باتمان الضاحك، ما تعمقناش قوي جواه في حاجات مش هتضيف حاجه للفيديو. انا جبت لك الملخص الشامل الكامل عنه. ولو حابب الشكل ده في ان احنا نتكلم عن الشخصيه بشكل سريع واننا نجيب اهم مميزاتها بدون التطرق للحاجات اللي ملهاش لازمه، قول لي تحت في الكومنتات. ده هيبقى احسن ليا وليك، بحيث ان الفيديوهات مدتها تبقى اقل وعمليه انتاجها تبقى اسرع. زي ما انت شايف الفيديو ده نزل بعد فيديو باجز باني ب4 ايام تقريبا، ودي مده ما بعملهاش في الشكل الطبيعي نهائيا. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر. تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت رايك في الفيديو. اول مره تشوف القناه وتفعل الجرس عشان وبس اشوفك الفيديو الجاي. سلام.